خبرنا عن الحادثتين. والله هذا الشيء من المؤسف أن يعني نحن دماءنا ما راحت على يد أعداء، راحت على يد أهل ويعني عرب ومسلمين، وطول حياتنا يعني نكافح من أجلهم، و- وهذا اللي صار. لكن يعني هذا الشيء، هذه مثل ما تقولين يعني ضريبة الواحد يدفعها في في العمل اللي يختاره. والعمل الدبلوماسي ما بس قتل، يعني تمت اعتداءات كذلك على بعض الدبلوماسيين. جويع ضربوه في مسدس. آه، محمد جويد كان يا رب وين كان؟ أعتقد ما أعرف هل هو في الهند أو في آه، السلطان السويدي، كان سفيرنا في مسقط بعد، كان في روما. يعني غير التهديدات، غير الأشياء الثانية. طبعا مقتل الله يرحمه خليفة المبارك في باريس، يعني شيء مؤلم يعني. ف تذكر تفاصيل الحادثة لا والله، بس حيث أنا حسب قعدت؟ ما أخبرني أنه كان يعني كان طالع من بيته وهو رايح بيركب السيارة، وجاء واحد من وراه أطلق عليه وهرب. يعني ما تقدر تهرب من القدر، شيء مقدر ومكتوب، ما تقدر يعني ترد القضاء والقدر. لكن صارت أكثر احتياطات من ناحية السفراء والمندوبين، يعني ما يطلعون في الخارج وغيره، وشوية حرس وغيره. لكن اللي يريد بك يأذيك يعني يجيك في أي مكان. وزير إماراتي انتهت حياته في مطار أبو ظبي والسبب بدلة. سيف غباش أول وزير دولة للشؤون الخارجية في الإمارات، انعرف كناشط ومثقف ويتكلم 7 لغات، وعلى خلاف عادة المسؤولين الخليجيين كان يفضل يلبس بدلة وكرافتة بدل الثوب والغترة. يوم من الأيام كان وزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام في زيارة للإمارات. بعد الزيارة راح على مطار أبو ظبي وراح معاه سيف غباش عشان يودعه. في نفس الوقت كان في 3 من جماعة أبو نضال في المطار ينتظروا عبد الحليم خدام عشان، والتعليمات اللي عندهم انكم راح تلاقوا 2، وزير اماراتي بدشداشه ووزير سوري ببدله، والهدف هو صاحب البدله. منفذ ارتبك لما شاف 2 ببدل، فخمن تخمين خاطئ واطلق 3 على سيف غباش بدل عبد الحليم خدام، ونجا عبد الحليم باعجوبه. بس الامارات خسرت واحد من اهم رجالاتها اللي ساهم في تاسيس جيل من الدبلوماسيين كان له مواقف مشرفه من القضيه